السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. نتمنى بس من الناس اللي لسه بيشوفونا لأول مرة يضغطوا يعملوا اشتراك في القناة ويعملوا لايك للفيديو ده فضلا وليس أمرا. طبعا فيديو النهاردة عبارة عن دورة الشياع في الماعز أو علامات الشياع في الماعز. طبعا جايب لكم فيديوهين لمعزتين مختلفين وجديين مختلفين، يعني عمليتين تزاوج مختلفين، كل واحدة مختلفة عن التانية. آه، التلقيح في الماعز، يعني المعزة طالبة العشر أو عاوزة التزاوج، يعني من الجدي. في دورة الشياع اللي هي دورة الشياع. دورة الشياع دي عند الماعز عبارة عن، يعني بتيجي كل 18 يوم تقريبا، ممكن من 18 ل 22 يوم في الحدود دي. دي الفترة اللي بتبقى الماعز فيها طالبة التزاوج. طبعا كل اللي فات ده محاولات للقفز أو هنا الجدي جابها كده، جابها في المحاولتين اللي فاتوا ما كانش جابها، بس للأسف التصوير ما جابش مش عارف، تقريبا دي برضو ما جابهاش، تقريبا مش دي. المهم يعني اولا فترة الحمل في الماعز 100، يعني 150 يوم، ممكن تقل او تزيد 4 5 ايام، اسبوع بالكتير خالص، مش هتزيد عن كده، ما تزيدش عن ال 150. يعني 5 ايام زيادة او 5 ايام نقصان، اسبوع بالكتير خالص. فتقريبا بنقول 150 يوم او 5 شهور. طبعا في كل فترة قلنا فترة الشياع أو دورة الشياع عند الماعز من 18 ل 22 يوم، برضو تقريبا تختلف من معزة للتانية. دي الفترة اللي هي بتبقى فيها وقت عندها يعني شهوة أو عندها رغبة في التزاوج لحدوث الحمل والخلفة يعني. طبعا الفترة دي بتتغير، بتنزل مثلا، بيبقى فيه علامات عشان نعرف ان المعزة في فترة الشياع دي بيكون في علامات، منها احمرار الحياة، فتحة الحياة او المهبل، الفتحة التناسلية للمعزة. ممكن بينزل منها افرازات، ممكن تلاقي فيها افرازات بيضاء او احيانا تبقى شفافة كده، بس يعني تعتبر مايلة للبياض يعني. بتقف طبعا للجدي او التيس. سواء يعني بيختلف المسميات من مصر او الدول العربية، بس في الفترة دي بتلاقيها هي اللي بتقف للجدي. ممكن هي اللي تروح له بنفسها تغازله، ممكن يعني تروح هي اللي تنكشه، يعني عشان ايه؟ تعرفه يعني. طبعا ده في المعزة، بس في الغنم ما فيش الكلام ده، بس المعزة حركته خفيفة، يعني حركته سريعة عن الغنم شوية. طبعا بيبقى فيه روائح طبعا وافرازات، الجدي بيبقى شاممها وعارف. وطبعا هي بتبقى برضو المعزة عارفة من روائح وافرازات الجدي ان ده جدي وذكر وكده، وهو عارف اللي هي في فترة تزاوج او عاوزة التزاوج. طبعا زي ما انت شايف كده، المعزة هي اللي رايحة له وبتلعب معاه، رغم ان هي بتجري منه. بس يعني جري اللي هو بلعب، مش الجري اللي هو لو هي مش في فترة تزاوج بتلاقيها بتجري جامد يعني منه، اللي هي آه، بترعب اول ما يقرب منها او كده، وتلاقيها بتجري. انما في الفترة دي هي واقفة له زي ما انت شايف كده، وفي يعني لو رجعت بالفيديو شوية هتلاقي هي اللي كانت بتلعب معاه او بتدعبه، يعني بتنكشه. طبعا كل دي محاولات للقفز عليها او للتلقيح يعني. آه، طبعا دورة الشياعة بتستمر تقريبا، يعني في ناس بتقول من 36 ساعة، يعني أكتر من يوم، ل 48 ساعة. وفي برضو أقاويل تانية بتقول من 24 ساعة تقريبا 36 ساعة. ولكن التبويض أو طبعا طول ما هي في فترة الشياعة هتلاقي الجدي وراها كده مش بيسيبها يعني. فترة التبويض أو اللي بيتم فيها التلقيح فعلا بتبقى في آخر دورة الشياع. هنا الجدي جابها كده، جابها طالما حصل الأوصل للمعزة اتقوصتها والجدي اتقوصها دي، كده تم التلقيح بنجاح يعني. كده العملية تمت. المحاولتين اللي فاتوا ما تمتش بصراحة، وهتلاقي الجدي بقى خلاص هدى ووقف وخلاص، يعني كده عرف اللي هو جاب المعزة. تقريبا في هصور لكم من ورا كده، من المعزة من ورا.
برضو ممكن تلاقي بعض الافرازات من السائل بتاع الجدي نازلة منها. مش عارف هي واضحة تقريبا، مش واضحة قوي يعني. آه، طبعا هو دي ممكن طول ما هي موجودة معاه هو بيلقحها، يعني ممكن رابع مرة خامس مرة عادي. مفيش مشكلة. خلاص هو كده، شوفوا ده كده السائل بتاع الجدي، وكده خلاص اصلا تم التلقيح. دي كانت تالت مرة ولا رابع مرة يعني مش عارف، من كتير طبعا ما بقاش موجود طول الوقت، ولكن خلاص هو طالما بيمشي وراها وهي بتقف له، انت خلاص عرفت كده. طبعا دي معزة تانية ومن جدي تاني آه، برضو، بس دي كانت بقى في نهاية فترة الشياع، يعني كانت خلاص اتلقحت اصلا، وبرضو جدي تاني كان ملقحها، اللي هو الجدي الاولاني اللي ظهر مع المعزة التانية. آه، برضو هيلقحها برضو الجدي ده، ولكن برضو كانت بتجري منه، ولكن برضو مش الجري اللي هو يعني هتقف له في الاخر. وطالما هو سايبها وفي معزة تاني، يعني طالما هو سايب المعزة وفي معزة تاني موجود معاها في القطيع، يبقى هي بس اللي عليها دورة الشياع، او في فترة الشياع بيبقى الجدي طبعا عارف من الروائح اللي بتخرج من المعزة. آه، والافرازات يعني دي بيبقى لها ريحة طبعا احنا ما بنشمهاش، ولكن هما الحيوانات هي اللي بتشم الريحة دي، وبيميزوا بعض عن طريق البول او عن طريق الافرازات المهبلية اللي بتخرج منه. آه، طبعا ده بقول لك يعني هنا الحالة الأولانية خلاص الجدي كان أول جدي، كان هو الوحيد بس اللي في القطيع ده جدي تاني، وكان في معاها الجدي الأولاني اللي كان موجود. واتلقحت منه برضو مرة واتنين، وتم التلقيح بنجاح. وطبعا عرفتك ازاي التلقيح الناجح، اللي هو بتلاقي فيه الجدي بيتقوس والمعزة بتتقوس كده، اللي هو خلاص تم دخول العضو الذكري يعني او القضيب بتاع الجدي في مهبل المعزة، وخلاص تم التلقيح بنجاح. وبرضه بيكرر العملية تاني، يعني انا بقول لك دورة الشياع ممكن تستمر اكتر من 24 ساعة، يعني بتقعد اكتر من يوم. ففي خلال اليوم ده بيلقحها 3 4 5 مرات، وممكن اكتر كمان، مش مرة واحدة وخلاص الجدي هيقعد على كده وخلاص، لا، بيفضل مكمل. ده معناها اللي هو ممكن يكون صابها من اول مرة وخلاص تم التلقيح يعني عادي، ولكن بيفضل طول ما هي فيها لسه عليها دورة الشياع، بيبقى فيه روائح يعني بتثير الجدي جنسيا، اللي هو يتزوج معاها يعني، او ايه يعني ينط عليها زي ما احنا بنقول في مصر، او يعشرها يعني، او يلقحها يعني بجميع اللغات عشان كل الناس تفهم الكلام يعني. طول ما هي في كده هو خلاص عارف وبيفضل وراها. آه، طبعا دي برضو محاولات منه برضو اللي هي تقف. طبعا برضو قلت لك اللي في الحالات التانية هتلاقي المعزة بتجري مرعوبة، اللي هي مش هتقف له اصلا خالص. ممكن هنا تكون المعزة كانت يعني هو رغم اللي هو تم تلقيحها، ولكن هي ممكن تكون يعني خلاص كانت في نهاية دورة الشياع وخلاص تم تلقيحها وخلاص الموضوع بينتهي، ولكن هو كان لسه شامم الروائح، وكان لسه جاي القطيع يعني، كان موجود معايا، كان لسه جاي عليا، ويعني كان مع حد تاني ودخل مع الغنم عندي يعني. ففضل برضو ورا المعزة دي لأن هو اللي ميزها. طبعا انا بوضح لك كل ده عشان ما تقولش ان المعزه ما بتقفلوش او المعزه بتجري، لا، المعزه في فتره شياع وان كانت بتلقح، عشان برضو الكلام يبقى واضح. الحاله الاولانيه كانت المعزه هي اللي بتداعب الجدي يعني بتلعبه عشان يلقحها، وكانت رغم اللي هي كانت بتجري، ولكن لازم تجري يعني كلعب، مش كده. انا عايز اعرف المبتدئ الفرق بين الجري اللي هي مش في فترة الشياع، استحالة تقف له، استحالة، حتى لو جه ينط عليها مش هتقف، هتجري برضه. انما هنا لو وقفت هي كده واقفة، يعني هي زي ما تقول شبعت خلاص يعني من الاخر. فطبعا الجدي برضه مش سايبها، وطبعا هنا هيتم يعني التلقيح برضه هو وراه. وخلي بالك برضه اللي في معزة تاني في القطيع، ولكن هو مش شايفهم يعني،
انا مش شايف غير دي، عشان دي الوحيدة اللي تصلح للتزاوج. يعني هو بيقدر يميز. برضو لو مفيش جدي معاك وحصل ده، بتعرف للمعزة بتلاقي المعزة بتنبح كتير او بتمأمأ كتير. بتلاقي المعزة بتبعد عن الاكل، يعني ما بتاكلش. هتلاقي المعزة سلوكها بيتغير وفي افرازات نازلة منها، واحمرار فتحة الحلقة او فتحة المهبل هتلاقيها محمرية او لونها وردي كده ومتورمة، يعني وارمة شوية أكبر من حجمها الطبيعي اللي أنت متعود عليه. وهتلاقي سلوكها غريب، يعني هتلاقيها بعيدة عن الأكل، هتلاقيها واخدة زاوية، هتلاقيها بتجري، هتلاقيها بتنقنق كتير. برضو دي لو مفيش جدي. طول ما في جدي انت خلاص، حتى من غير ما تشوف اي علامة انت كده عرفت. اول ما تشوف الحالة دي تعرف ان المعزة دي في حالة شيع. الجدي اصلا لو مفيش اي ريحة بتسيره او مفيش اي حاجة بتلاقيه بيجي عندها. هنا هيتم تلقيح. لا، كده برضو ما تمش. زي ما احنا قلنا العلامة اللي هي تلاقي الجدي بيتقوص والمعزة بتتقوص، دي علامة التلقيح الناجح. وبرضو الغنم نفس الكلام. طبعا ممكن يكون في محاولات ما بتصيبش، هنا هتصيب. هنا صابت، رغم برضو خلي بالك اللي فيه المعزة أكبر من الجدي، ولكن برضو بيصيبها عادي. وفي الحالة التانية كانت المعزة أصغر من الجدي بكتير يعني. في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا. لو في حد عنده أي استفسار ممكن يكتبه في الكومنتات. أتمنى أكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.